النتيجة يا سيادة النائب. مش هتقول لنا النهاردة حاجة وانت صاحب المجهود الكبير؟ يعني شايف مجهود رائع، ورحت لجان كتير لقيت النائب مجاهد نصار عامل مجهود، بس بصراحة بجام انا ما شفتش. الله اكبر عليك. انا بصراحه مش هتكلم على الداخل معايا او فكره الانتخابات في الداخل، لان الصوره اقوى تعبير. ايوه، صوره صوت وصوره. الصورة ما بتكذبش. انا بتكلم ان دي رساله للخارج معايا، والرد على كل من سولت اليه نفسه ان هو ممكن يدفع بالكتاب الالكترونيه الى عزوف الناخب المصري عن الانتخابات. لا، احنا يا دوب من ساعه بس اللي العمليه ريحت في عز الحر، طول النهار ضغط في اللجنه جوه. بدات اهي الضغط يتزايد دلوقتي، وخاصه بعد خروج الناس من الاشغال وانخفاض درجه الحراره. بقول دي اقوى رساله للخارج. كل واحد ادلى بصوته النهارده هو رجل وطني شارك في صنع صوره وقرار للرد على العابثين والناس اللي بيتعمدوا ان هم يتعرضوا لمقدرات الشعب المصري وللقياده السياسيه. القياده السياسيه تفخر بايد الشعب المصري اللي هي الايد في الايد، علشان نبعت صوره للخارج نقول لهم لا، احنا على قلب رجل واحد. لن يمكن تفتيت الداخل المصري تحت اي مسمى من المسميات. المصري عنده حاسه استشعار كده، ساعه الخطر بتتلاقينا كلنا كتله متماسكه، كتله واحده. ان شاء الله تبقى دي اقوى رد واقوى صوره للخارج على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه مع قيادته السياسيه. وان شاء الله ان شاء الله هتظل مصر الى الامام والارتفاع وللعلو، وهتبقى اكبر لا يقولها السيسي لاي شيء يضر مش بمصلحه مصر بس، لا والوطن العربي كله. وشكرا. اتشرفت باني اكون في منطقه بجام، وبجام دي قلب شبرا الخيمه. يعني احنا عندنا في شبرا الخيمه التكدس في حي غرب شبرا الخيمه هتلاقيه في منطقه عزبه عثمان، ثم بجام، ثم دمنهور شبرا اللي هي كانت مقر العموديه. طب فين في بجام؟ كذا مدرسه، لكن مدرسه سيدنا عمار بن ياسر اتلاقيت النائب اشرف امين مع انه مجلس نواب، لكن جاي النهارده علشان يتحقق مع وجوده هذا العرس الديمقراطي، ويتحقق الاداء الوطني الكامل اللي بين النائب وبين المواطن. النائب اشرف امين النهارده في مدرسه عمار بن ياسر وفي منطقه بجام موجود، والناس عماله تحكي وتتحاكى ان الناس ما نزلتش للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ. صحيح على فكره، انا في لجان، عدد من اللجان يعني كان الاقبال عليها قليل، لكن لما جريت عمار بن ياسر قلت لا والله لازم اصور ولازم ابعت لكم الكلام ده. بسم الله ما شاء الله، النهارده في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الدوره دي يا جماعه اللي هتستمر لفين؟ ل 2030. يعني معانا نواب. طب مجلس الشيوخ بيعمل ايه؟ يا خبر ابيض، ده مجلس ما بيعملش حاجه، ده مجلس النواب بيروحوا. لا، ده مجلس بتحال اليه القوانين وبيحال اليه اي تغيير في مواد في الدستور، وهو اللي بيدرس. اسمه مجلس الشيوخ، وكان زمان اسمه مجلس الشورى، وكان قبل كده اسمه مجلس شورى النواب. يعني ايه؟ يعني المتخصصين، يعني اللي فاهمين. يعني لو حضرتك بتقول ان النائب بيجي بفلوسه، لا، المجلس ده لازم يجي فيه نواب.